والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله السهولي من قناة فريلانس سكول. ان شاء الله النهارده هنكمل دروس الباوربوينت، والنهارده هنتكلم على السمارت ارت. فيلا بينا نبدأ درس، يلا بينا. هنيجي احنا هنا على اخر سلايد وندوس انتر عشان نعمل نيو سلايد. الكلام ده احنا شرحناه في الدروس اللي فاتت، فلو ما سمعتش الدروس اللي فاتت اتمنى انك تسمع البلاي ليست من اولها عشان تستفاد. زي ما قلنا احنا هنتكلم على السمارت ارت. هنيجي عند قائمة insert وهنيجي عند سمارت ارت ونختار السمارت ارت اللي احنا عايزينها. انت لو جيت هنا هتلاقي هنا الاول دي كل السمارت ارت الموجودة، وهنا طبعا متقسمة ككاتيجوري او كتصنيفات يعني. هنا في الليست والبروسيس والسايكل والهيراركلي والريليشن شيبس وهكذا. فخلينا هنا في الاورجانيزيشن تشارت، نختار ندوس على اول واحدة مثلا وندوس اوكي. فدي التشارت اللي احنا اخترناها. هنا مثلا عايزين نكتب حاجة، نكتب مثلا الرئيسية مثلا وليكن اي اسم مثلا، هنا الفرعية مثلا، او سيبها فاضية يعني، ونكتب هنا وليكن 1 2 3. طيب انا كتبت الرئيسية وكتبت هنا 1 2 3، وممكن هنا نكتب مثلا اي حاجة في العامل المساعد مثلا وليكن مثلا دي التشارت بتاعتنا. انا لو عملت رايت تو ليفت دي هتروح الناحية التانية، وخدت بالك ان الواحد جه هنا ولا ما خدتش بالك؟ هنعمل رايت تو ليفت اتعكست. فانا لو عايز اكتب بالعربي فانا هعمل ايه؟ رايت تو ليفت، رايت ايه تو ليفت. طيب لو هعكس هدوس تاني عليها. طيب انا دلوقتي انا بكتب بالعربي هدوس على دي، يعني هدوس على رايت تو ليفت وايه، وخلاص هو جاب لي من اليمين للشمال. فانا لو دوست عليها هلغي الخاصيه بتاعه رايت تو ليفت واكني بكتب بالانجليزي. تمام، فانا هدوس عليها. تمام. طيب لو انا عايز طيب اضيف شيب تاني، انا عايز اضيف شيب مثلا للشيب ده، اعمل هنا اد شيب، فهجيب لي اد شيب ونزل لي تحت على طول. طيب انا هعمل كنترول زد وهدوس هنا على السهم ده، هجيب ايه هنا بيقول لي اد شيب افتر وبيفور. لو انا عملت افتر اللي هو بعد، تمام، اللي هو بعد الواحد ده على طول هدوس كنترول زد. لو عملت بيفور هيجيب لي قبل الواحد. تمام. طيب هنا هكتب مثلا زيرو وليكن مثلا. تمام. طيب هدوس على الواحد وهعمل ايه تاني؟ هنا بيقول لي شيب اد شيب اباف، يعني في الاعلى. لو دوسنا كده يبقى اعلى الواحد عملنا شيب. تمام. دوس كنترول زد عشان ارجع. وهنا اد شيب بلو اللي هو تحت الواحد. تمام. انا لو دوست اد شيب هيجيبها لي بلو على طول دايركت كده، هيجيبها لي بلو. تمام. دوس كنترول زد عشان ارجع. وهنا اد اسيستنت اللي هو ايه، حاجة مساعدة زي دي، زي ايه دي. طيب دي بالنسبة للاد شيب. واتكلمنا هنا الرايت تو ليفت. وبعدين طيب هنا بيقولك ايه تكست بانل. تكست بانل اللي هو ايه، بدل ما بتكتب هنا لا انت ممكن تكتب هنا. معنى إيه؟ يعني ايه الكلام ده؟ مثلا بدل واحد هكتب الاول، فانا ايه عدل لي على طول دايركت على ايه، على الشيبس بتاعتي هنا الثاني وهكذا. تمام. ندوس كلوز وندوس كنترول زد مرتين، فانا كده رجعت وهاجي ادوس عليها عشان اغير في الايه في السمارت ارت ديزاين. طيب انا عايز اغير الشكل وليكن بس هنا كلوز، اغير اللي اوت. هنا اللي اوت انا بص، انا لو دوست ستاندرد انا معلم على دي هيجيب لي الستاندرد بتاعي عادي خالص. طب لو هغير بوث، شايف غير لي الشكل خالص، غير لي شكل اللي اوت. لو هعمل ليفت غير لي الشكل، فانا اختار الشكل المناسب ليا. يعني مثلا لو هنا دوست اد شيب، اد شيب تاني، اد شيب تالت، وهنا دوس هنا ستاندرد، شايف عملها لي ازاي؟ طيب لو انا ممكن ادوس بوث اللي هو جاب لي الحاجات تحت بعض، فانا اشوف الشكل المناسب ليا وايه واظبط بناء عليه. وممكن احرك
احرك بايدي كده، ولكن مش هيكون لطيفة يعني، عشان هتلاقي هنا الحاجات دي اتغيرت. ممكن ادوس عليها وادوس ايه علامة السهم يمين او سهم شمال. تمام. طيب بحيث اني منزلش عن ايه الشكل كده، يعني انها تطلع فوق او تنزل تحت كده. فانا لو عايز اجيبها يمين او شمال هعلم عليها وادوس مثلا ايه السهم الشمال ده او اليمين يعني. فانا غيرت في اللاي اوت، هدوس على دي مثلا، اغير في الديزاين، مثلا اغير في الديزاين اللي انا يريحني ايه، اشوف الديزاين المناسب واعمله. تمام. حاجة كده كده كده، اشوف الحاجة المناسبة وانا ايه اظبطها بناء عليها. ممكن اعمل تشينج كولر، يعني مثلا انا هعمل هنا سمارت ارت واجي مثلا انا اخترت ده مثلا وليكن اعمل تشينج كولر، اختار اللون ده او اللون ده، هتشوف اللون اللي يريحك وتختاره، ولكن احنا اخترنا اللون ده. تمام. طيب وفي هنا افكتات برضو، بتختار الحاجة اللي تريحك. في حاجات 3D، في حاجات بالشكل ده، في حاجات بالشكل ده، في حاجات بالشكل ده. بتشوف الشكل اللي يريحك وبتختار بناء على رأيك انت طبعا. تمام. طيب هنا ممكن تعمل ريست جرافيك، بيعمل لك ريست خالص للاشكال او للديزاين اللي انت اخترته. طيب هنا الفورمات عادي خالص. الفورمات ده هو شكل الكتابة، زي ما وليكن اخترنا الشكل ده او الشكل ده او الشكل ده، بتشوف شكل الكتابة بتكون عاملة ازاي. ناخد اللون الاسود ده، وهنا ممكن تغير هنا اللون الاوتلاين، تخليه مثلا ازرق مثلا او خليه ابيض اللي يريحك. وهنا تكست افكت، لو انت عايز تعمل شكل 3D طبعا لازم يعني ايه تلعب كتير في الافكتات، بحيث ان الموضوع ما يكونش اوفر يعني. تمام. وبكده احنا خلصنا السمارت ارت شيبس. اتمنى يكون الدرس عجبكم، اتمنى يكون الدرس مفيد. في الدرس ده احنا اتعلمنا ازاي نعمل سمارت ارت. بنيجي عند قائمة insert ونيجي عند سمارت ارت وبنختار الشيبس اللي احنا عايزينها. ويا رب تكونوا استفدتوا من الدرس، وهو درس بسيط. ويا ريت تعملوا لنا سبسكرايب في القناة، وتعملوا لنا لايك للفيديو، وتنشروه ما بين اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.